سكارفيس، الاسم الأشهر اللي خلى عشاق الأسود حوالين العالم تحزن على فراقه. كل يوم بيموت الأسود حوالين العالم زيها زي بقية الكائنات على الكوكب. لكن السؤال هنا، ايه اللي خلى سكار يبقى ملك متوج عليهم؟ وايه اللي خلاه يقدر يفرض سيطرته خارج حدود الغابة ويحكم مملكة بتمتد لأكتر من 400 كيلو أو أكتر، ويخلي كل الحيوانات مش بس عشيرته تحزن على فراقه؟ وده ضد الطبيعة الحيوانية اللي بتعترف بقانون واحد بس معروف ما بينهم وراضين بيه ومتعايشين معاه، وهو قانون البقاء الأقوى. مظهره المميز مع التشوه اللي في عينيه اللي بيحاوطوا السواد أكسبوا شهرة وشكل مهيب، بيخافوا ويحترموا كل اللي يشوفه، مش بس في الحيوانات، لا ده كمان في الجنس البشري. أهلا بيكم مع سقراط، ولو لسه جديد في القناة اعمل اشتراك واخبط اللايك الجميل وشير لو سمحت، وتعالى نكمل قصتنا. اتولد سكار في 2007 وكان شبل عنده طاقة ظاهرة عن أقرانه، وكان بيحب مرافقة القطيع أثناء الصيد ويركز ويتعلم خبرة القيادة. ويكبر الشبل الصغير ويوصل لعمر 2 سنين، ومن هنا تظهر شخصية بطلنا اللي بيتمرد على كونه تابع ويحط خطة للسيطرة اللي كان بيحلم بيها طول عمره. وما انتظرش العمر 3 سنين زي بقية الأسود، لكنه فضل القيادة في سن صغير، وده يبين لك قد ايه هو كان قوي الشخصية ومتمرد ومميز عن بقية أقرانه. عادة بيعيش القطيع تحت قيادة أسد واحد، ومهمة الأسد ده هو حماية القطيع من أي تهديد خارجي، وكمان حماية الأشبال. ولما تكبر الأشبال وتوصل لسن 3 سنين، وده سن الشباب بالنسبة لمتوسط عمر الأسود بالمناسبة، بيبدأ ملك القطيع يطردهم علشان ما يسيطروش على ملكه. لكن اللي حصل كان غير متوقع وغريب. بدأ سكارفيس بتحدي الملك رغم ان قوته لسه ما اكتملتش وما كانش عنده خبرة القتال زي الملك، لكن كان عنده حاجة تانية أزيد من أقرانه والملك ذات نفسه، وهي الإرادة اللي خلته ينتصر على الملك بعد معركة عنيفة علشان يسيطر الأسد الشاب على القطيع بعد ما طرد الملك القديم وتولى هو القيادة. والمعروف بين الأسود إن هي بتسلك أسلوب وحشي بعد القيادة الجديدة للقطيع، وهو قتل الأشبال، وده أسلوب غريزي في الأسد، فهو بيقتل أي نسل من الملك السابق لحد ما اللبؤات تطلب التزاوج ليبدأ نسله وملكه في الانتشار في الغابة، وتزيد سيطرته ويحكم قبضته عليها. لكن اللي حصل كان برضه غير متوقع وغريب. لما انتصر على الملك وطرده، ما قتلش الأشبال الصغيرة، لكن تم تصويره مع الأشبال وهو بيلعب معاهم، ويزدن سكار المرة التانية. يكبر سكار ويحكم سيطرته على مملكة مداها 400 كيلومتر مربع بعد صراع ومعارك وأساطير اتقالت عنه، ومنها قتل أكتر من 400 ضبع لوحده، وطرد قطيع تماسيح بعد ما قتلوا شبل من صواب، وقدر يسيطر على محمية ماسي مارا الكينية اللي بتضم أكتر من 1900 أسد، وكأنها أساطير من الخيال وبطولات جعلت منه أسطورة بلا منازع. وما بين أشرس وأكبر المعارك معركته مع الأسد كورابي. بعد سيطرة سكار على المملكة لعدة سنوات، لاحظ إن في أسد خد شهرة كبيرة بينهم وتميز بقوته، بيحوم حوالين عرين. الأسد دوت كان معروف إن هو مش بس بيهزم خصومه في المعارك بس، لكن كان بيقتلهم وكمان كان بياكلهم، وده اداله شهرة عنيفة بين أقرانه. وتوقع علماء الحيوان هزيمة سكار، وده علشان كورابي كان ضعف حجمه تقريبا، وكمان كان أصغر منه ب3 سنين. وبالفعل حصل معركة عنيفة بينهم، والمدهش في الأمر إن ملك الأسود سكارفيس اتمكن من هزيمته بعد معركة خلفت عرق في رجليه بقى معاه طول حياته، لكنه نجح في قتل الأسد كورابي مع قطع رأسه، مثبت للجميع إنه الأقوى والأقدر بقيادة القطيع، مع رسالة تانية مضمونها إنه محدش يفكر. كان معروف عن سكار إنه كان بيدخل أي معركة وهو بيفضل إنه يموت عن إنه يهزم، وكان بيرفع شعار العزة أو الموت، علشان كده ما تهزمش نهائي في أي معركة من المعارك. سكار كان بيحب إخواته جدا لدرجة إنه خلى إخواته هانتر وسايكو وموراني مشاركين ليه في القيادة، وده أمر ما حصلش لا قبله ولا بعده.
فكل الأسود حسب طبيعتهم بيفضلوا يتولوا القيادة لوحدهم من غير شركاء. لكن سكار رفض التصرف دوت وسمح لاخواته بالشراكة معاه علشان يثبت لنا مع كل موقف والتاني انه قادر يسيطر على طبيعته الحيوانية ويتحكم فيها. وده اللي خلاه يحصل على أطول مدة ولاية اللي اتجوزت 12 سنة، في حين أي أسد قبليه أو بعديه كبيره يسيطر مدة 2 أو 3 على أقصى تقدير. ومن أشهر المعارك اللي خاضها سكار هو وإخواته وأشرسها على الإطلاق كان سنة 2012 لما قام 6 أسود متعطشين للتزاوج والقيادة بمهاجمة قطيع سكار، وبدون تردد اتولى سكار 2 منهم وتمكن من هزيمتهم وقتلهم لوحده. وانتصر هو واخواته في معركة تركت أثرها على وشه بندبة قوية عند عينيه اليمين اديته شهرة وهيبة فوق شهرته. وده اللي خلى علماء الحيوان يسموه سكارفيس، يعني الأسد ذو الندبة، تيمنا بفيلم الأسد الملك. وبعد المعركة ديت سكار ساب رعب وخوف في نفوس الأسود اللي بتفكر تطمع في ملكه، لدرجة إنه بعد المعركة دي فعليا مفيش أسد فكر بعديها بمهاجمة المملكة اللي بتمتد لأكتر من 400 كيلو متر، وهي أكبر وأقوى وأطول مملكة دام حكمها 12 سنة كاملة. واللي كان ضد السلوك الحيواني برضو إن سكار ما هاجمش أي إنسان طول حياته، لكن بالعكس كان بيألفهم ويسيبهم يصوروه هو ومملكته علشان يدرسوا سلوكه الغريب الصادم لينا احنا كبشر قبل الحيوانات. سكار رغم إنه حيوان لكن كان مصر يخلينا احنا كبشر نحترمه ونتعلم منه يعني ايه قيادة، رغم فطرته وسلوكه الحيواني اللي كان بيرغمه انه يتبع اسلوب معين في العيشة. لكن كان كل مرة يصدمنا بموقف ضد طبيعته اللي عرف يروضها ويسيطر عليها ويخلينا احنا كبشر نقف احترام ونتعلم من اخلاق حيوان ما بقتش فينا. وكبر سكار وبعد 14 سنة وعدة شهور بقى عاجز حتى عن الدفاع عن نفسه او الصيد، لكن زمرته ما تخلوش عنه، تولوا مهامه واهتموا بيه. وعرف اخيرا ان وقته جه والنهايه قربت، وبشموخ الملك وهبته وباللي باقي من قوته مشي مئات الكيلومترات رايح لمسقط راسه علشان يموت وسط اهله واخواته. وكان كل ما يقابل مجموعه اسود في الطريق كانوا بيقدموا ليه من اكلهم، وهو امر غير معتاد في السلوك الحيواني. لكن ده سكار فيس، الاسطوره الحقيقيه والمثل الاعلى ورمز القوه، حتى لو كبر وبيقرب من موته. ووصل سكار لمسقط رأسه وتناول عشاءه الأخير مع أخواته والتقط أنفاسه الأخيرة ومات بسلام وهدوء الملك. وكان الحدث الأعظم مش بس في حدود مملكته الحيوانية، لكن كان حدث عظيم بالنسبة لينا احنا كبشر ويشمل العالم.